الأكلة اللي ما بتتاكلش غير مرة واحدة في السنة، الأكلة اللي لازما بعد ما تاكليها تشربي بعدها كوباية شاي أخضر عشان ما تحسيش بالذنب، أو تشربي معاها حاجة ساقعة دايت، يعني بيبسي أو كاكولا دايت. تمام. الأكلة دي أنا أول مرة أعملها في حياتي، بصراحة سمعت عنها كتير. بحس إن الأكلة دي بتميل للفلاحين أكتر. فالمهم يعني ايه، قلت اتصل بواحدة حبيبتي كده خبرة اسمها ام انس، قلت لها يا ام انس ايه، اديني بقى ايه الخلاصة بتاعتك في الأكلة الجامدة دي، لاني اول مرة اعملها. المهم قالت لي على طريقتين وانا جربت. ايه رأيك فيها لما كلتيها؟ جميلة قوي. جميلة قوي. والله انتي اللي جميلة قوي. كده انت جميلة قوي. خلاص بقى. المهم بقى ايه، رنيت عليها كلمتني وقالت لي المقدار وقالت لي المعايير، هقول بسم الله وهبدأ معاكم الطريقة، وفي مرة تاني بإذن الله هبقى اعمل الطريقة التانية اللي هي قالت لي عليها. اول حاجة هنا معايا 1.5 كيلو من اللبن، لازم يكون لبن بلدي يكون دسم. شايفة اللبن وهو بيغلي، ما تخافيش مش هيفور. اهم حاجة يكون لبن دسم، حطيته على النار يغلي، وبعد ما غلى شايفين هو دسم ازاي، بسم الله ما شاء الله، ابتديت ان انا اطفي النار. في الوقت ده كنت غاسلة 2.5 كوباية من الرز ده انا غسلاه بس ما نقعتوش ولا اي حاجة خالص. بعد ما غسلت الرز واول ما طفيت على اللبن وهو لسه سخن، يعني لسه طافي عليه وهو مغلي حالا، ابتديت ان انا انزل بكل كمية الرز اللي معايا، وهنزل عليهم كمان بكوباية مية مغلية. ليه كوباية المية المغلية دي؟ بتساعد الرز ان هو ينفش ويتشرب، يعني يفشر كده، لان الرز لوحده مع اللبن مش هيبتدي ان هو يتشرب بسرعة. المهم قلبتهم مع بعض كده كويس، وابتديت ان انا اغطي عليهم واسيبهم حوالي تلت ساعة. في الوقت ده انا طافية النار من اول ما اللبن غلي. بعد تلت ساعة جيت بقى عشان ابص عليه معاكم وهوريكم دلوقتي شكله عامل ازاي. ابتدى ان هو يتشرب. بصوا هبتدي اقلبه كده عشان ما يبقاش عامل تكتلات او ماسك في نفسه قوي ومش هيتشرب، فلازم انا اقلبه كده عشان يبقى مفلفل، واي تكتلات فيه تفك زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي. شايفين حتى اللبن قوامه ابتدى يتقل شوية من النشا اللي اصلا بتكون موجودة في الرز. شايفين اي تكتلات؟ المهم قلبت كويس ورجعت غطيت تاني 1.5 ساعة بالظبط. شايفين بقى كان اتشرب كده اهو الرز وابتدى ينفش. هبتدي بقى في الوقت ده ان انا، شايفين الرزاية عاملة ازاي، هبتدي ان انا هولع عليه النار تاني، بس مش هخليه يكمل سواه، يعني هولع النار عشان انا عايزاه يدفى شوية يرجع يسخن تاني، عشان لما ادخله الفرن يكون ايه سريع كده معايا. في الوقت اللي هو بيسخن فيه بقى حضرت معايا هنا كوباية من اللبن او كوباية من المية، نزلت عليها ب3 معالق كبار مليانين من بودرة الكريم شانتيه، وقلبتهم مع بعض كويس وحطيتهم على النار يغلوا. ممكن تستبدليها بكوباية من كريمة الطهي، بس هي ما كانتش موجودة عندي. بعد ما غلوا ابتديت بقى انزل بكوباية تاني من المية المغلية فوق الرز، 1.5 كوباية من السكر، وعليهم 2 كبار كبار مليانين من القشطة البلدي، و2 كبار من السمنة البلدي، وممكن تستبدلي السمنة البلدي بالزبدة الصفراء. كل دول مع بعض، وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض كويس والنار هادية جدا. انا عايزة بس ان الرز باللبن بكل المكونات اللي انا حطيتها دي ان هما بس يبتدوا يسخنوا، مش عايزاهم حتى يغلوا. ابتديت اقلب كويس لغاية لما كل السكر اتأكدت ان هو داب، وفي الوقت ده نزلت بالكوباية اللي عليها الكريمة. ابتديت اقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية لما اتأكد ان كل المكونات امتزجت، السمنة ساحت، السكر داب، كل حاجة بقت تمام. في الوقت ده بكون محضرة، بطفي بقى النار وبكون محضرة الفرن ومسخناها كويس جدا، وببتدي ان انا بجيب طاجن وبدهنه دهنة من السمنة البلدي، ومعايا فوق الرز شوية صغيرين خالص من الفانيليا. ممكن تستبدلي الفانيليا السايلة دي بفانيليا بودرة، مفيش اي مشكلة. ابتديت ان انا قلبتهم مع بعض كويس، وابتديت انزل بالرز كده جوه الطاجن. يستحسن ان الطاجن يكون مقاسه اكبر شوية من المقادير اللي موجودة، عشان لما الرز يبتدي ينفش جوه الفرن. وفوق الطاجن كده ابتديت ان انا احط شوية من القشطة البلدي، ده كان حوالي نص كوباية او اكتر من نص كوباية كمان بشوية من القشطة البلدي على الوش. وكمان المفروض في الوقت ده انزل بالمكسرات وبجوز الهند، بس انا نسيتهم خالص خالص خالص. يعني بالمكسرات وبجوز الهند بيبقى حلو قوي قوي، بس انا مش عارفة انا نسيتهم ازاي اصلا، يعني ما افتكرتش غير بعد ما الرز كمان استوى. بعد كده بقى هبتدي ان انا هدخل الطواجن، بكون مولعه الفرن سخن، وببتدي ان انا بشغل الشوايه من فوق، وبدخل الطواجن معايا لمده 10 دقايق، وبعد كده ببتدي ان انا بطفي الشوايه وبسيب الفرن على درجه حراره عاليه.
بيقعد حوالي ساعة في الفرن. ممكن تعمليه في صينية ألمونيوم أو بايركس عادي جدا، مش شرط الطواجن دي، بس هي الطواجن بتبقى شكلها أحلى وبتدي طعم حلو كده للحاجات اللي بتدفي في الشتاء. بعد ما طلع من الفرن شايفين بيتكتك كده وبيغلي ازاي. هبتدي بقى ان انا دلوقتي بعد ما سبته كده يهدى حوالي 5 دقايق، احنا الجو برد يعني بيهدى على طول. هبتدي ان انا هجيب شوية من العسل او شوية من الشربات وهبتدي ادهن الوش عشان يبقى بيلمع وشكله حلو. لو الوصفة عجبتكم ما تنسيش تحطي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس، وتسيبيلي في الكومنتات تقوليلي الطريقة دي حلوة وعجبتكم ولا لا، او انتوا بتعملوه بطريقة ازاي. لان هي حبيبتي ام انس قالت لي على طريقتين، فانا جربت منهم طريقة، والمرة الجاية ان شاء الله باذن الله هجرب الطريقة التانية وهقول لكم هيبقى ايه اللي مختلف ما بينهم. شايفين الرز مفلفل ازاي وشكله اللهم بارك يفتح النفس. ما تنسوش لايك وشير للوصفة.